لله الذي جعلنا مسلمين. الحمد لله على نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الفضل والثناء والجلال والجمال والبهاء كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده يا رب العالمين حتى نلقاك يوم القيامة وأنت راض عنا. اللهم شاف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا واجعل الجنة مسكننا ومأوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم في هذه الساعات المباركة وفي هذه النفحات الربانية وفي هذه العطاءات المحمدية وفي هذه الأنوار الملائكية. ما زلنا وإياكم في هذه الليلة المباركة المضيئة المنورة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جمع الخير مع الخير. الخير الأول هو شهر رمضان المبارك. الخير الثاني هو هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، التي نحن فيها بمهرجان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. البركة الثانية جمع هؤلاء الأحباب على محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم من هذا الجمع ما في يا أحباب. هذا جمع الصحابة رضوان الله عليهم، هكذا كانوا يحلقون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم نجوم متناثرة مضيئة، وكأن النبي قمر بينهم. نعم، إنه مجلس الرحمة، مجلس تنزل عليه الرحمة وتغشاه السكينة وتحفه الملائكة من الأرض إلى عنان السماء. هذا المجلس نظر الله إليه يا أحباب. والله إن الله تبارك وتعالى ينظر إلى مثل هذه المجالس. هذا المجلس يضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. هذا المجلس هو جلب الأولياء والأرواح الصالحين إلى هنا وجلب الملائكة إلى هنا. الملائكة في الطرقات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحة جوالة في الطرقات تلتمس حلق الذكر. إذا ما سمعوا في مثل هذا المجلس يقول بعضهم لبعض: هلموا إلى مكان كذا وكذا، إن فيهم قوم يذكرون الله. فيهم أناس يذكرون الله تبارك وتعالى. هذا مجلس مغفرة كل الذنوب. الحديث طويل، بعدنا الملائكة تأخذ هذه السورة الكاملة إلى الله تبارك وتعالى، فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الملائكة بتقول: يا رب فلان وفلان وفلان كلهم خليل في مجلس، ماذا يفعلون؟ يذكرونك. بماذا يسألون؟ يسألونك الجنة. بمن يستجيرون من النار. يا ملائكة أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة: يا رب فيهم فلان ما جاء للذكر، أجل شغله وشغله عم يذكر فجلس بينهم. فيقول الله تبارك وتعالى: وكذلك غفرت لهم. لما يا رب؟ قال: أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم. والله هنيئا لنا ولكم هذه المجالس يا أحباب، فإنها ممحات تمحي الذنوب. هذه المجالس هي مساحة يا أحباب. أولا رمضان، وما أدراك ما رمضان، وما أدراك ما الخير في رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. كفارة لما بينهما وإذا اجتنبت الكبائر. ولا سيما هؤلاء الشباب، وجوها لو أقسمت على الله لأبرها الله. في زمن الفتنة، في هذا الزمن، زمن الفتنة يا أحباب تحيط بنا من كل جانب. إذا رأيت الشباب يقبلون على الله تبارك وتعالى فاعلم أننا في خير. إذا رأيت الشباب
يقبلون على مجالس الذكر وعلى مجالس العلم، فاعلم أن الأمة على خير، لأن هذه الأمة يا أحباب والله ما قامت إلا على أكتاف الشباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: حالفني الشباب وخالفني الشيوخ. قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في طاعة الله. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشباب كل المنادى للشباب، يا معشر الشباب من استطاع. ما قال يا معشر الشيوخ الكبار السن أبدا، دائما على الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهؤلاء الشباب هم الذين قامت عليهم أسس هذا الدين، هذا الدين المحمدي. ولا سيما نحن في شهر رمضان المبارك، كلها يتنعنا ذنوب، كلها يتنعنا آثام، كلها يتنعنا أخطاء. على كل واحد منا أن يجعل له محطة يتوب فيها إلى الله تبارك وتعالى. نحن عندنا في الأسبوع محطتين يا أحباب. المحطة الأولى ليلة الاثنين ترفع فيها الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فعليك أن تجدد إيمانك. أن المرحلة الثانية يوم الخميس مثل اليوم ليلة الجمعة، فيها ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. علينا دائما نجدد إيماننا. عندنا في كل يوم تجديد، ترفع أعمال النهار في الليل وترفع أعمال الليل في النهار إلى الله تبارك وتعالى. كل يوم عندك توبة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما يا رب؟ قال لعلكم إيش؟ تتقون. نعم، سبب تقوى الله تبارك وتعالى هو في صيامك. سبب تقوى الله تبارك وتعالى أن تكون صائما مطيعا لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا. لمن هذا النداء؟ للذين لبوا نداء الله تبارك وتعالى. علينا أن نرعوي أسماعنا. ماذا يا رب؟ لبيك يا رب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. مو بس أنتم الذين تصومون، لا، ما عشتوكوا شيء، ما بس مو أنتم اللي عم تصوموا فقط، لا، وإنما كما كتبت وفرضت عليكم الصيام كذلك كتبت على الأمم الذين قبلكم. ولكن من رحمة الله بنا يا أحباب، الأمم كانوا يصوموا عن إيش؟ قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كانوا يصومون عن الطعام والشراب وعن الكلام. ولكن نحن لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عنا الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الكلام البذيء. وعن الكلام البذيء علينا أن نمسك عن الكلام البذيء يا أحباب. في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان لا يلهج لساننا إلا بذكر الله تبارك وتعالى، وبقراءة كتاب الله تبارك وتعالى، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب. كتب عليكم الصيام، أي بمعنى فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما جعل الله علينا الصيام ضريبة يا أحباب، مو لأنه ما بحبنا قال نصوم، لا أبدا، لأن الله يحبنا أوجب علينا الصيام. لأن الله يحبنا كتب علينا الصيام. لما يا رب؟ قال لعلكم تتقون، أي لعلكم أن ترقوا إلى مرتبة التقوى، أن تتقوا الله تبارك وتعالى، وأن تكونوا من المتقين، وأن تكونوا من الأبرار، وأن تكونوا من الصالحين. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يخفف علينا، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعدين قال لا تحسبوا شغلة كبيرة، أياما معدودات. شوف، لتصغير يعني لتقليل أيام شهر، قال أياما معدودات. أيوة، بعد إيش قال؟ مدح الله سبحانه وتعالى هذا الصيام وهذا الشهر. ماذا قال؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عرفنا الله تبارك وتعالى ما هذا الأيام يا رب المعدودات؟ قال شهر رمضان، أي هو شهر ولكنه أيام معدودات، شهر رمضان. ثم أعلمنا الله تبارك وتعالى ماذا نفعل؟ قال الذي أنزل فيه القرآن، يعني هذا شهر القرآن، هذا شهر كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزل فيه القرآن، أي بمعنى عليكم أن تتعهدوا قراءة القرآن وتتعهدوا هذا الكتاب العظيم
الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وهو خير كلام الله تبارك وتعالى. نزل من أنزله؟ نزل مع سيدنا جبريل وهو خير الملائكة وسفير الله إلى الأرض. نزل على سيدنا محمد وهو خير الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار من خيار على إلى خيار. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا أردت أن تكون من الخيار فعليك بكتاب الله تبارك وتعالى، فعليك بالقرآن الكريم، بكلام الله تبارك وتعالى. شهر رمضان هذا مدح لهذا الشهر العظيم. عندما مدح الله هذا الشهر العظيم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تعظيم لهذا الشهر العظيم وتكريما لهذا الشهر العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أيوة نعم. ثم أراد الله تبارك وتعالى ألا يجعل الثقل علينا، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حتى ما الله سبحانه يشق على هذه الأمة، ما نشوفه ثقيل علينا. مريض معلش لا تصوم، كفارة. كنت مسافر ما بدك تصوم لا تصوم معلش، فعدة من أيام أخرى. أنت مسافر معلش لا تصوم، أنت مريض ما بتحتل لا تصوم معلش. أيوة ما هو في شدة علينا أبدا، ما تشد أبدا. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأعظم ما قيل في شهر رمضان، وأجمل ما قيل في شهر رمضان، وأحسن ما قيل في شهر رمضان هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا. انتبه على هذا الحديث يا أحباب، سبوا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أعظم هذا الكلام! غفر له ما تقدم من ذنبه. قد عليه الذنوب ملايين غفرت كليتها، آلاف الذنوب غفرت كليتها أبدا. من صام رمضان إيمانا أي طاعة لله تبارك وتعالى، إيمانا بالله تبارك وتعالى، واحتسابا أي احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. قد عندك ذنوب، قد ما كان عندك ذنوب، بس صمت في رمضان إيمانا واحتسابا لله تبارك وتعالى فإن الله غفر لك الذنوب جميعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، شوف هذا إكرام زيادة لهذه الأمة، قال: جعل الله في ليلة، في هذا الشهر، ليلة واحدة، ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيش الليلة يا أحباب؟ هي ليلة القدر. العبادة فيها تعادل عبادة 83 سنة. العبادة في ليلة القدر يا أحباب تعادل عبادة 83 عاما. قال: إن أنزلناه في ليلة القدر. إيش أنزلناه؟ هذا القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم عظم قال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تعظيما ورفعة لقدر هذه الليلة المباركة. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. أي العبادة في هذه الليلة أفضل من عبادة 83 عام، أو كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإذا يا أحباب، نحن هذا الشهر المبارك، هذه الأيام المعدودات، هذه الدقائق التي إذا ذهبت لا تعود يا أحباب، في شيء لازم نفهمه جميعا. قال: ما من يوم وما من صباح، كل انتبه على هذا الكلام، ما من صباح إلا وينادي مناد من قبل الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد لا أرجع إليك إلى يوم الوعيد. الساعة ما راحت خلاص ما بتتعوض. تقول يلا ما صليت إلا بكرة بصلي، بس الساعة وين راحت اللي ما صليت فيها؟ خلاص سجلت بصحيفتك. قلت اليوم يلا اليوم ما بدي أصوم، بكرة بصوم على شيء. طيب اليوم اللي ما صمته وين راح هذا؟ سجل بصحيفتك. لا تستهين بهذا الأمر. هذا الوقت يا أحباب كما قال السادة الصوفية: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وقتلك. نعم، لا تدع هذه الأيام. الكتاب بإيدك، كل يوم عندك صفحة، هذه الصفحة من انتهى النهار طبق عليها خلاص، لن تعود أبدا. حدا رجع شيء ساعة لورا؟ أبدا. ساعة راحت لن ترجع، الدقيقة المضت ما رجعت أبدا. املأ في هذا الدفتر
إن كان خيرا ستجد خيرا عند الله، وإن كان شرا ستجد شرا والعياذ بالله تعالى. الله سبحانه وتعالى بيفرجيك يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، هذا كتابك. فعلينا أن نملأ هذه الكتب يا أحباب، هذا الكتاب بالحسنات بالطيبات بالمباركات. نعم، احذروا النميمة والغيبة في هذا الشهر العظيم، مجالس الغيبة والنميمة. أشغل نفسك بذكر الله، أشغل نفسك بالقرآن، بالتسبيح، بالتكبير، بالتهليل. أشغل نفسك في قراءة القرآن، أشغل نفسك بأن تعين الناس على نوائبهم. ومن عنده فضل من المال فليتصدق. الحسنة ب70 حسنة يا أحباب. يعني أنفق اليوم ليرة أحسن ما تنفق 70 ليرة في غير يوم رمضان. الحسنة ب70. نعم، إنها أيام عظيمة، إنها أيام مباركة، إنها ليالي لا تعوض أبدا. والله أهل القبور، أنا عدت كلام أكثر، أهل القبور يتمنى أحدهم أن يدرك ولو لحظة في رمضان في هذا الخير العميم. فلا تضيعوا هذا الخير يا أحباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والفاتحة.